وقعت في غرام، انا وقعت في الغرام خلاص. انا احب اشكر الهنود على الاكله دي الصراحه، والله العظيم يا جماعه اكلتي المفضله. تاكلوا كويس وتاكلوا الاكله دي تكون معاكم لتر ميه. ترولي النهارده جيتكم بفيديو جديد زي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت. لو انتم مشفتوهاش روحوا شوفوها، فيديوهات الجامعه في روسيا عامله ازاي، كليه الصيدله. لسه جايه من المحاضرات تعبانه جدا 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 جدا. نعمل اكل ايه النهارده؟ تشيكن كاري رز. اشتريت الحاجات من سوبر ماركت، في كل حاجه انا محتاجاها عشان خاطر اعمل الاكل دي. تعالوا معايا هوريكم وانا بطبخ، عشان انا كده كده شاطره، طباخه شاطره. شوفوا معانا النهارده المطبخ بتاع السكن عامل ازاي، الطلاب بيعملوا ايه لما يجوا من الجامعه. سلت ماجنت ده اللي بنشتري منه حاجات في روسيا. احنا عاوزين بانيه، ده سعره 379. خلينا بدي بابريكا، نجيب واحدة بابريكا، وهنجيب فلفل حراق، كريمة طبخ. بصوا يا جماعة، اكتر حاجة اكتشفتها هنا ان في جبنة قريش. عندنا جبنة قريش مش عارفة ازاي. المهم هنجيب زبادي، ممكن ناخد دي، هو اكشلي يعني هجيب 2 عشان بحب الليمون اوي. حاسب بقى في الاوبشن ان احنا ايه، نعمل حاجة لنفسنا. انا دلوقتي هاخد شنطة، مش مشكلة. دلوقتي هنبتدي ناخد ايه، حاجة نعمل باركود هنا، تطلع هنا اهي ونحطها. بقى لما بصوا هنحطه كده على الميزان، وندوس هنا وندوس فواكه. بصوا باينين، طلع علينا على الميزان كده. ندوس رباعي، شيله، ندوس كده، خدنا دي يلا السعر، وندوس هنا. بس كده. اول حاجه اشترينا البانيه علشان خاطر هنعمل التشيكن كاري. اهم حاجه رز اللي هناكله جنب الفراخ. تعالوا بينا نروح نحط الرز على النار. نطلع من الاوضه، مكتوب بيتقفل لحد الساعه 22 11 يعني، مكتوب بكل اللغات. عشان ايه؟ ده يا جماعه المطبخ. نحط الحاجه هنا بس الاول، 4 عيون، ودول مش شغالين، دي بس اللي شغاله تمام، ودي بس اللي شغاله، وكل دول مش شغالين يعني كلهم منظر بس، مفيش بس غير دي ودي، يعني 3 عيون بس في المطبخ كله اللي شغالين للدور كله. و الحوض الحوض الحوض، فهنغسل في ايه، كلهم زي القرف، مفيش غير ده نضيف، هنغسل هنا. كده تمام، كده بقى الرز ايه يستوي مع نفسه. دول الحبة اللي انا هعملهم. بعد ما غسلتها هجيب الفرخة كده اقطعها مكعبات. بسم الله. اقطعها مكعبات، مش كبيرة ولا صغيرة، مكعبات عادية يعني زي كده. تمام، قطعناها ايه مكعبات. تمام، تشيكن مسالة سبايسي كنت جايباها معايا من قطر. الاول عادي نحط حبة ملح، فلفل اسود، فلفل اسود، نحط حبة فلفل اسود، ملح وفلفل اسود، بابريكا اشتريناها سوا، نحط حبة بابريكا، حبة شطة،
بحبها سبايسي الصراحة فهكتر. الزبادي بيخليها طرية جدا وهشة، وكمان بيبقى اديها طعم حلو. بسم الله. بهارات التشيكن مسالة، نقطع ليمون كده. دي التتبيلة بتاعتنا النهاردة، تشيكن مسالة تحفة اقسم بالله، خطيرة. عايزة اقولكوا ريحتها تحفة من غير ما اعمل اي حاجة لسه. تشيكن مسالة كده الفراخ خلصت. بصوا تحفة ريحتها، عايزة اقولكم خطيرة بجد، جميلة جدا. عايزة اقولك ان ما خدتش مني خدتش مني وقت خالص. فهنسيبها شوية في التتبيلة. المية بتاعتي خلصت، هنروح دلوقتي ننزل نملى المية ونيجي نبص على الرز. يلا بينا. خدنا المية، هننزل دلوقتي نملاها. البتاعة اللي بنملى فيها مية هي اهو في السكن، انا لسه نازلة، هي هناك هنا جنب السكن على طول. هي اسمها بدا، يعني مية بالروسي. المهم نفتح الباب وهنحطها كده في النص في النص في النص في النص ونقفل. نختار 5 وهندفع، بعدين ندوس ستارت. دلوقتي المية بتتملي جوه، بس نجيبها شوية شمال. بس كده هناخدها ونشيلها ونرجع للسكن تاني اللي هو هناك ده. كده هنكون ملينا المية. تعبت. لسه هنروح نبص على الرز مش قادرة. وبعدين دلوقتي هنروح نعمل تشيكن. جينا المطبخ، ولعنا النار، عملناها على 6، حطينا الطاسة بالفراخ تستوي براحتها. هنا قربت تستوي، هنا انا قلبتها وسبتها شوية على النار، قربت تستوي. والتتبيلة بتاعتها دي عملت زي صوص، ف لما تستوي خالص او لما تكون قربت تستوي هحط عليها الكريمة، كريمة الطبخ، وتكون بردك تديها صوص اكتر ويكون في حتة تانية. والرز يعتبر خلص اصلا، يعني يعتبر خلاص. بصوا بسم الله. بصوا، فطبعا الاكلة دي من اكلاتي المفضلة عندي، بحبها جدا الصراحة. دلوقتي الفراخ يعتبر استوت. بصوا الصوص اللي فيها رهيب، بصوا تحفة وتقيل. فطبعا هنحط كريمة الطبخ دلوقتي. كلها عشان طبعا ايه مش هنرمي الحبة الباقيين يعني. بس الرز خلاص ناخده نروح الأوضة. الفراخ خلاص، هنطفي البوتاجاز وناخد الفراخ على الأوضة برضه. بس طبقنا الجميل، نجيب الرز اللي احنا عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. رز مفلفل حلو. طبعا شفتوا الكوبايه اللي انا عملتها طلعت برضو كتيره، يعني انا مش مكنتش مالياها وطلعت كتير برضو. بسم الله ما شاء الله. نحط حبه رز كده ونقفل. ونحط حبه فراخ كاري
بسم الله. حط كده على الجنب. بسم الله الرحمن الرحيم. و نمسح بس ايه اللي وقعوا دول. ايه رايكم؟ دي اكلتي دلوقتي. اهم حاجه ما تنسوش بجد والله العظيم عصره الليمون، هي دي اللي هتخلي طعم في حكايه. عصره الليمون بجد تخلي الطعم في حته تانية. بس بس كده ده هيكون الاكل النهارده. هناكل فهنقيم الاكل. كده كده مش محتاج تقييم عشان اكلي بسم الله ما شاء الله يعني شكله خطير تحفه. فبسم الله ناخد حته فرخه. بسم الله. تحفه بجد تحفه. مفيش كلام يقول يوسف قد ايه التحفه دي بجد. انا وقعت في غرام، انا وقعت في الغرام خلاص. صوص خطير وسبايسي بجد تحفه. انا احب اشكر الهنود على الاكله دي الصراحه والله العظيم يا جماعه. اكلتي المفضله هي مش بالظبط 100% بس انا بحب اعملها كده. خطيره خطيره تحفه. كمان باكلها بالعيش اطيب بكتير من الرز بس خطيره بجد خطيره. انصحكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، تقولوا لي قد ايه ان هي حلوه ووصفتي حلوه طبعا. بس انا بلقلب بس تفتكروا كويس وانتوا تاكلوا الاكله دي تكون معاكم لتر ميه. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. بجد عايزه اقول لكم ان دي من احلى الحاجات اللي عملتها. ويا رب تكونوا انبسطتوا معايا النهارده وانا بعمل الغدا بعد الجامعه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. استنوني في الفيديو الجاي. ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات وهل انا طباخه شاطره ولا لا. وبعد كده انا طباخه شاطره بس عايزه اعرف رايكم برضه. باي.